الفائزون مع مرتبة الرضا مع فضيلة الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية ببيروت، ضمن البرنامج الرمضاني زاد الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم 25 من رمضان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وفي الوتر منها، فلعل هذه الليلة تكون ليلة القدر. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إن علمت أنها ليلة القدر؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يرشدها إلى الاستغفار. أتعلمون ما هو الاستغفار؟ الاستغفار أيها الأحبة الكرام يعطي طاقة إيجابية، بل هو مصدر حقيقي للطاقة المعنوية، وذلك في كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى على لسان هود وهو يخاطب قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فما سر وما أثر الاستغفار في تلك الطاقة والقوة؟ أيها الأحبة الكرام، كلنا إذا أخطأ يشعر بالوهن وجلد الذات وتأنيب الضمير. كيف عصى الله عز وجل؟ كيف ارتكب هذه الخطيئة؟ كيف جملة هذا اللوم وهذا الجلد للذات يسبب انحطاطا في الهمة ويضعف من القوة. ولكن عندما تجدد نشاطك بالاستغفار وتعلم أن الله تعالى يغفر الذنوب، حينئذ تشعر بأن طاقة في كيانك تولدت، لا سيما وأنت تقول: يا رب، أنا ما عصيتك حين عصيتك تكبرا، لا استحلالا لما حرمت ولا تحريما لما أحللت، ولكن ضعفت نفسي. ها أنا يا رب أفر منك إليك وأعود إليك. ما أعظمه وما ألذ على النفس من هذا الشعور الذي ينعش النفس، وأنت تعلم أن عظيم الذنب يقابله عظيم المغفرة، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. لذلك يشعر المرء كلما عاد إلى التوبة، كلما عاد إلى الاستغفار، لا سيما هو يردد سيد الاستغفار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار حينما يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأنت تناجي الله تعالى بهذه الكلمات وأنت تلملم الجراح التي سببها الذنب في نفسك، حينئذ تشعر بطاقة. فلا عجب أن يرشد هودا قومه إلى مكامن هذه الطاقة: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا عطاء الله تعالى المادي. أما العطاء المعنوي: ويزدكم قوة إلى قوتكم، تستشعر أنك ولدت من جديد وأنك أحييت من جديد. هذه هي منافع الاستغفار، ونحن في أيام ما أحوجنا أن نكثر فيها الاستغفار، وأن نعود إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة يوم أن قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا، وأن يكرمنا بمغفرته، ويجعلنا من عتقاء من النيران ومن أهل الغفران. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.